لو حد جه سألك عن الإسلام هتعرف ترد؟ النهارده هنتكلم عن حديث من أعظم الأحاديث اللي لخصت الدين كله في 3 مستويات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فقال عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، يعني سرح شوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. في الحديث هنا شرح بسيط جدا بيبين لنا إن الدين كله بيترتب على 3 مستويات، وهو المستوى الأول الإسلام، ودي الأعمال الظاهرة زي الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج. دي الأعمال الظاهرة اللي إحنا كلنا بنشوفها من البني آدمين اللي حوالينا. طب المستوى التاني وهو الإيمان، وهي الأعمال القلبية اللي محدش من الناس اللي حواليك يعرفها، زي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل الحاجات دي بتبقى قلبية محدش بيحس بيه. تالت مستوى هو أعظم مستوى من المستويات وهو الإحسان. والإحسان هو إنك تعبد ربنا كأنك شايفه، فأنت لو مش شايفه أنت متأكد إن هو شايفه. عشان كده هو ده أعظم مستوى في المستويات التلاتة. الدين الإسلامي مش مجرد كلمة، هو إحسان وإيمان وإسلام. التلات مستويات بيكملوا بعض، وإحنا طبعا بنسعى إن إحنا نوصل لأعلى مستوى وهو الإحسان. جدد نيتك وصلي كأنك شايف ربنا، وخليك فاكر إن كل عمل خير بتعمله هو جزء من إيمانك. كان معاكم يوسف عصام، والنهارده كنا في الحلقة التانية من سلسلة الشرح. لو الحلقة فاتتك ما تنساش تشاركها مع حد ممكن يستفاد، وشاركنا رأيك في التعليقات لو محتاج تعدل على أي حاجة. شكرا ليكم، سلام.